نبدأ الفيديو. أهلا بكم في يوم جديد في بولندا. النهاردة المفروض اليوم الثالث، أنا بحسبه اليوم التاني عشان أنا اليوم اللي جيت فيه جيت متأخر جدا ونمت. احنا كنا نازلين نجيب أي حاجة ناكلها، لأن الجامعة عاملة زي كامب أو خروجة كده، أنا مش فاهم قوي. بس ملحقتش، مش هلحق. ودلوقتي رايح أركب الترام علشان أروح الجامعة. مدته 37 دقيقة وبس. المفروض ان انا هقابل زمايلي هناك، حد مصري اتعرفت عليه برضو. وخرجنا امبارح، نزلنا وسط البلد كده، قعدنا نلف. البلد تحفة طبعا، وعندهم احترام للقوانين غريب، لدرجة ان هم في الاشارات والكلام ده. انا كنت بحسب الامور يعني بالحب كده، يعني مش بالحب قوي، يعني طول عمري بسمع ان هم عندهم التزام بالقوانين، بس مش كده. لدرجة ان الاشاره بتبقى ما فيهاش عربيه حتى، والطريق كله بيبقى فاضي، والناس برضو واقفه. يعني حاجه جامده جدا بصراحه. بصوا يا جماعه، انا هنا في وسط المدينه، او انا ساكن اصلا يعتبر قريب من هنا، 5 دقايق على طول. هنا المنطقه دي سياحيه. بصوا، دي تقريبا اسمها الاولد تاون. بصوا كده، في سياح بقى من حتت كتير بعض، بس اعتقد ان معظمهم اوروبيين يعني. وبقى في حاجات حلوه قوي هبقى اصور لكم، بس في فيديو تاني. نلف الاولد تاون دي حته حته. انا ركبت القطر ووصلت المحطه، ما عرفتش اصور حاجه في القطر بصراحه، لان القطر كل 5 دقايق بيقف، والناس قاعده جنبي، فخفت بصراحه يقولوا ده بيصورنا ولا حاجه، يعني انا لسه مش عارف الدنيا. احنا دلوقتي وصلنا واتقابلنا مع جروب، واتقابلنا مع رامز. تطلع في الكاميرا رامز اهو. هو مكان جايبك كده. بس احنا دلوقتي مع العيال اللي هي اللي معانا في الجامعة، المفروض معظمهم من اسبانيا وكده. كلهم يعني مع بعض شلة كده من اوروبا، مفيش غيرنا احنا الاتنين بس المصريين. ومش عارف، ما اعتقدش ان في حد عربي يعني، بس هنشوف. وهم دلوقتي ماشيين الاول المحطة عشان كله يتجمع وكده، و شكله هيبقى يوم لذيذ. بصوا، دي محطة القطر، ودول العيال، وده رامز. دول العيال اللي احنا ماشيين معاهم، ده الجروب كله. والعيال اللي قدامنا التلاتة دول، ايه جايب؟ رامز جايب لنا بيتزا اهو. بيتزا بيتزا مارجريتا باين. لا جبنة. جبنة ايه؟ جبن مختلفة. ماشي، ميكس تشيز يعني. والاجمل حاجة بجد ان النور، ان قصدي الجو اخضر كده، فاهمني؟ يعني الخضار في كل حتة والزرع في كل حتة. دي حاجة اصلا بتخلي النفسية على حد علمي، او على نفسيتنا، احسن كتير يعني. بس العيال متجمعين اهم، وبس. بقالنا كتير فشخ ماشيين، مش كتير قوي يعني، بس بتاع 10 دقايق كده مثلا. والجروب كبير قوي، والعيال معظمها اسبان، وبيتكلموا مع بعض وبتاع. وعايزين نتعرف على حد، يعني نعمل صداقات جديدة او هو حاجة جديدة مثلا، عشان ايه واحد ما يبقاش لوحده. جروب كبير فشخ، بس انا مش هينفع اصورهم عشان هم ايه، حساسين. طيب يا جماعه، احنا دلوقتي رايحين المكان ده في التجمع اللي احنا ماشيين فيه ده. رايحين هي اسمها اورينتيشن دي، ولا اسمها يعني الايفنت اللي احنا رايحينه ده. والعيال كتير فشخ، بس العيال لذيذه، لسه ما نعرفش حد، لسه يعني هنتعرف وكده. الاوروبيين تقال شويه. اتعرفنا على بنت ألمانية لذيذة وكويسة. اتعرفنا على شوية عيال من اسبانيا. بس وهنشوف بقى الدنيا فيها ايه. احنا ماشيين بقالنا بتاع ربع ساعة و10 دقايق، ولما نوصل بقى هفتح فيديو. وصلنا هنا على البحر اهو. طبعا البحر هنا من النظرة الأولى هو ولا شيء بالنسبة لبحر الساحل مثلا. اعتقد ده بحر البلطيق ده، ولا ده بحر ايه؟ الجروب وقف اهو، بيتجمعوا هنا اهو.
وده البحر اهو الشط يعني. مش هنقارن، بلاش نقارن بمصر والله، يعني بلدنا حلوة بس الظروف بقى. ده اول المكان اللي انا كنت لسه بصور فيه. هو اقول لكم يعني انا بشبهه باللسان عندنا، بس اعتقد ان اللسان ده اللي بيفصل بين المياه المالحة والمياه العذبة، بس هنا ده طبعا بحر، فدي مياه مالحة بس. في مراكب هناك بقى، معرفش انتوا شايفينها ولا لا. انا لو عملت زوم بس اعتقد انتوا شايفينها يعني. مراكب شحن وسفن والكلام ده بس. والجو ساقع بس مش تلج، يعني الجو ساقع زي الشتاء في مصر بس ممتع. عمالين يصوروا بدرون، وعمالين محدش مدي اهتمام للدرون ده اصلا. الدنيا بدأت تمطر، يعني مطرة خفيفة. يعني الأجواء ال الطقسية طقسية أجواء الطقس مش ماشية مع الوضع اللي احنا فيه. يعني المفروض دلوقتي احنا نبقى في ايه، في صيف بقى وفي شمس والكلام ده، بس الدنيا بتمطر يعني مطر خفيف. المية حلوة برضو، يعني الفيو حلو لذيذ. الحتة اللي احنا فيها، اللي احنا كنا فيها، اللي هو زي اللسان ده، وطالعين على جبل دلوقتي في وسط غابة وبتاع. انا هقع. هنشوف هيودونا على فين العالم دي، بس الطلوع صعب جدا، والعيال دي واكلة كويس. واحنا ملناش صحة للكلام ده يا جدعان، بس بصراحة تحفة يعني. بصوا يا شباب، في ناس هنا ايه، العيال دي اتسلقت على جذع الشجر ده، ويعني لو اتدلقوا هيقعوا، هيتفشخوا، هيموتوا خلاص. بس يعني بصوا العيال فرحانة. ولا ايه يا رامز؟ يس. بقول العيال فرحانة يعني. يعني حتى لو اعتقد يعني لو مصريين اللي كانوا مكانهم ما كانوش هيعملوا كده يعني. لا تحس لا ان لا. هم كانوا هيبقوا ممسوكين شوية، بس تحس ان هم فري كده، مش عارف. جينا من فوق كل ده ونزلنا بقى على الشاطئ تحت هنا، وهنتمشى على الشط. وفي ناس لذيذة والله، وفي ناس تقيلة. ده في أي حتة في العالم يعني، بس البحر بتاعهم زمان تلج دلوقتي. مش هروح عشان كوتشي. طب ما تمسك دي كده، انا عايز المس البحر بس. اشوف البحر سقعيته ايه. بص هو الواد لمس برضه زي ما انا عايز. ده متلج، ده متلج فشخ. اخيرا وصلنا بعد مشي كتير قوي. وصلنا المكان اللي هنقعد فيه. اتعرفت على ناس برضه حلوين، ناس كويسين يعني، من اسبانيا وكده. ووصلنا الحمد لله. شايفين النار دي احنا اللي عملناها، هما بس ايه بيساعدونا، لكن احنا اللي ولعناها، انا ورامز. بص محدش ولع غيرنا. انا قلت له احنا مصريين هنتصرف، واتصرفنا وولعناها، وهو جاب شويه الحاجات الهري اللي هو جايبه ده وبيولع. ده التور جايد اللي معانا، وهتولع ان شاء الله اهو زي الفل. بقالنا ساعة بنحاول نولع النار دي، بس الخشب مبلول جدا، بس ولعناها يعني لحد ما ولعناها. والعيال عمالة تعمل مارشميلو بياكلوه محروق. تعرفت عليهم، والواد ده اتصور معانا، هو اللي طلب بقى ايه، هو اللي طلب ان هو يتصور معانا، مصريين بقى وبتاع. بس الاجواء جميلة طبعا، الاجواء ورايا اهي تحفة، والجو روعة اكثر من روعة.
ايوه يا رامز يا لعيب. ايوه النار المصريين طافيه الوحيدين اساسا. اللي عملوها اهو النار اهي اهي يا عم مارشميلو. اوه خلاص كفايه كفايه. Alright. Hey, let's try it. It's burning. It's burned. It's burned. È sicuro del panto, vamos. You want this? So very tasty. محروقه لا محروقه. سو جود سو جود. I know. خلاص. بس احسن حاجه موضوع النار ده، النار عماله تولع اهي. I try it. و she will try it. Christabel. المصريين اللي عملوها Try it right in front of the البولنديين camera. كانوا موجودين وما عرفوش This is يعملوا. my vlog. You'll fire it down. Vale, is good. This will fire down by this way. This Is it good? طب احنا خلصنا وهنمشي بقى مع الجروب ده. عيال اسبان تعرفنا عليهم، عيال لزاز يعني. انا ولعت هنمشي، الدنيا وانا مش عارف النهاردة. هم ماشيين يروحوا فين. هم هيروحوا اصلا في كلب صغير. هيروحوا بالباص، وانا اصلا مش هركب باص. المفروض اركب القطر وقعد 40 دقيقة واوصل، بس انا ماشي معاهم بقى لان انا مش عارف حاجة، وجوجل مابس مش راضي يشتغل. ماشيين معاهم اهو. العيال دي لزاز قوي. رجعنا الغابة تاني، بس هنوصل ان شاء الله يعني. المصري ما بيغلبش. اللي كانوا معانا ركبوا باص، واحنا مرضناش نركب الباص ده علشان ممكن ما ياخدش كاش، وهم كلهم اسبان وبتاع، وانا لسه معيش كريدت كارد يعني او ديبت كارد، حتى معيش كارت يعني ادفع بيه. هم كلهم معاهم كروت وكده. فاحنا دلوقتي ماشيين رايحين نتمشى لغايه القطر. اما نشوف هنمشي قد ايه. وماشيين اهو يعني، انا ما عنديش مانع ان انا امشي بصراحه اتفرج. اهي الاجواء دي تمام. اعتقد ان دي منطقه راقيه شويه. انا اصلا مش عارف افرق بين المناطق الراقيه والمناطق اللي مش راقيه. يعني دي ممكن تكون منطقه شعبيه اصلا، بس نظيفه قوي يعني انها تكون منطقه شعبيه بصراحه. ما اعتقدش انها كده. بس اشوفكم في المحطه بقى. ركبت القطر، مش عارف انتوا سامعيني ولا لا اصلا. ركبت القطر، المفروض بقى ان المحطه اللي انا هنزلها اللي هي اصلا اخر القطر، فده كويس جدا. هو الراجل كان عايز يحاسبني اغلى. انا اكتشفت ان انا ممكن اشتري التذكره من اللي بيسوق القطر. كان عايز يحاسبني اغلى تقريبا يعني. هو قال لي 9، بس انا دفعت 7 يعني. هو قال لي بعد كده 7 خلاص. فانا مش عارف بقى هو ماله، وانا جايب 7 برضه. بس بقى هخلص يعني. هنزل من المترو، لا هنزل من القطر سوري. وهو دقيقة من بيتي. هنا بقى هنا نهاية الفلوج. لو انت شايف، لو انت شفت الفلوج ده لحد هنا، اشترك في القناة، دوس سبسكرايب واعمل لايك، وشوف بقى لو عايز تقول حاجة في كومنت او كده.